كل فجر كاميرات الحفريات في الأقصر بتسجل نفس المشهد. قطط سودة بتقف صف واحد قدام المقبرة، ولما حد يقرب منهم كل الأجهزة بتفصل كأن المكان بيرفض البشر. اللي اكتشفوه علماء الآثار في واحدة من المقابر الفرعونية القديمة مش طبيعي. كاميرات المراقبة كانت بتسجل حاجة غريبة بتحصل كل فجر. قطط سودة بتقف حوالين مدخل المقبرة كأنها في طقوس مقدسة، وفي اللحظة اللي حد بيحاول يقرب من المكان أو يلمس البوابة الحجرية كل الأجهزة الإلكترونية، الكاميرات، أجهزة القياس، حتى النور بتفصل مرة واحدة. العملاء فكروا إنها صدفة لحد ما قرروا يراقبوا بأنفسهم، وفي الليلة الثالثة شافوا بأعينهم القطط وهي بتبص عليهم بعينين بتنور في الظلمة كأنها نار متوهجة. واحد من العمال قال إن دي مش قطط عادية، دي حراس المقابر اللي كانوا الكهنة زمان بيستدعوهم لحماية الملوك بعد الموت. ومن يومها اتقفل المكان ومحدش قرب منه تاني. اللي يخوف أكتر إن الصور الأصلية للحادثة اختفت من ملفات البعثة. هل فعلا القطط دي أرواح حامية؟ ولا في حاجة أعمق لسه محدش فهمها؟